السلام عليكم. في خبر اليوم، المغرب يضع إسرائيل في موقف صعب ويضغط عليها ببلاغ زلزلة قادتها. قبل ما نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة. بحث سفير المغرب بفلسطين عبد الرحيم مزيان مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد التميمي التحضيرات لمؤتمر حملة لأجل فلسطين المزمع عقده في مدينة الدار البيضاء الشهر المقبل. وقال التميمي خلال هذا اللقاء الذي عقد الأربعاء مقر السفارة المغربية برام الله إن المؤتمر يأتي ضمن مساعي دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية وشركائها من دوائر المنظمة والمجلس الوطني ووزارة الخارجية والمغتربين والهيئات الرسمية والمؤسسات لمطالبة المشاركين في المؤتمر بالضغط على حكوماتهم التي لم تعترف بعد بفلسطين للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، خاصة من القارة الإفريقية. من جانبه، أكد السفير المغربي أن اختيار المملكة المغربية لاحتضان مؤتمر حملة من أجل فلسطين في إطارها الأفريقي ينسجم مع الجهود التي يبذلها المغرب في دعم القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وشدد من جهة أخرى على وقوف المملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً مع القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية المغرب الأولى التي توازي في أهميتها قضية الصحراء المغربية والتي تحظى بالإجماع الوطني لجميع القوى الحية الرسمية والشعبية المغربية. وفي النهاية لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك في القناة لو عجبكم المحتوى.